ازاي نسكت الاصوات اللي بتيجي في دماغنا وبتأثر علينا بشكل سلبي طول الوقت؟ الحقيقة اني بقالي فترة بفكر في الموضوع ده وجربت حاجات كتيرة جدا وآليات كتير، لاني شخص للأسف دماغه ما بتتهدش. فكان لازم أسأل نفسي السؤال ده، ولقيت ان في شوية حاجات لما بعملهم احيانا بيجيبوا معايا نتيجة. رقم واحد، لما بعمل حاجة حتى لو كانت صغيرة فتفوتة قد كده اهو، بروح اسجلها على طول في نوت بوك او اسجلها عندي على النوت في التليفون. المهم اني اممرايز الحاجه دي، وحتى لو قدرت اخد لها صوره يعني يكون احسن بكتير. طبعا فكره اننا نسجل او نوثق كل حاجه بتحصل معانا، خصوصا الحاجات اللي فيها انجاز او اللي فيها حاجه احنا عملناها كويسه وعايزين نحس ابريشيشن بيها قدام، بتقدم لنا كده دليل ملموس وعملي على اننا كنا موجودين في الوقت ده وعملنا الحاجات دي فعلا، وتخلي الافكار دي تهدي شويه. بالمناسبه هي بتبقى طريقه بتخلينا نعمل ميموريز كويسه تفكرنا بحاجات كمان حلوه، حتى لو مزاجنا اوريدي كويس هتخلي مزاجنا اعلى شويه. فلذلك انا بكتب في التو دو ليست بتاعتي كل الحاجات اللي بعملها خلال اليوم: صلاه، اوراد، اذكار، مواعيد النوم، الشغل، التاسكات اللي عليا، سكين كير روتين، مواعيد الدكاتره، مواعيد الادويه، الجيم، التمشيه لو خارجه مع حد، القرايه، المي تايم، الوقت اللي بقعد فيه مع الحيوانات بتاعتي، مذاكره، الميتينجز. دي انا بمارسها تقريبا بقالي 7 أو 8 سنين، والموضوع طلع منتشر اصلا وفي ناس بتعملها واسمها جورنالينج تقريبا. نضيف صور ومعلومات حيويه عن اليوم بتاعنا والحاجات اللي احنا مارسناها او عشناها خلال اليوم، وبعدين بتبقى في نوت بوكس شكلها بيبقى فينتج جدا، وبنحتفظ بيها بقى وبنوريها للناس اللي هم الناس مقربين طبعا، مش لاي حد وخلاص، وممكن نتفرج عليها احنا كانها البوم صور بعد فتره ما. بصراحه الموضوع ده 10/10. رقم 2، التركيز على الجوانب الكويسة اللي عندنا والتركيز على السكيلز المهمة اللي هتفيدنا في حياتنا العلمية أو العملية أو اليومية أو whatever. رقم 3 هي تفريغ الحاجات اللي في دماغنا، سواء كانت كويسة أو كانت وحشة، سواء بقى كان على ورقة أو مع حد من صحابنا أو حد من إخواتنا أو حد إحنا بنحبه مقرب لينا، أو حتى مع نفسنا. لو هنحكي لحد نختار حد نكون فعلا بنحبه ويكون الشخص ده فعلا فعلا بيحبنا، لأن دي حاجة مهمة جدا. وده لما اعمله مش معناه دايما او مش بالضروره دايما يديني الكونكلوجن بتاعت ان كده خلاص خلصت كل مشاكلي وحلتها الحمد لله. تعتبر محاولات مش اكتر، فاحنا مش لازم نطلع كل مره بنتيجه معينه او كل مره بكونكلوجن معينه، لكننا بنحاول مع نفسنا نكون اهدى ومستقرين اكتر، ونحل جزء حتى لو كان صغير قد كده من المشاكل اللي عندنا. رقم 3، الدنيا أحيانا مش بتكون مستقرة كفاية عشان 1 و2 يتموا، يعني للأسف الحياة أشرس من كده بكتير معانا، وعشان دايما ليس لك من الأمر شيء، وعشان برضو الأمر كله لله، فاحنا محتاجين نزود الجانب الإيماني عندنا شوية ونقويه، نهتم بصلاتنا وبالأوراد بتاعتنا، نقرأ قرآن ونطلع صدقات، وبجد صدقات سحر. كل الحاجات دي مركزيتها انها بتخلينا حاسين ومتأكدين دايما ان النتيجة مش بتاعتنا، وان كل حاجة بين ايدين ربنا. فكرة او تبني النوع ده من التفكير بيريحنا وبيخلينا اهدى بكتير، لانه كل اللي هيبقى علينا ان احنا نسعى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وبعدين النتيجة بقى ان ربنا لما هيشوف السعي ده هيكافئني عليه، كافئني في نفس الجزئية دي او يكافئني في مكان تاني مختلف. انا مش المفروض اني افكر واسحل دماغي واتعبني، لان ربنا كده كده هيتكفل بيا. وتبني المنطق ده بيكون مريح جدا وبيخفف عننا التفكير المفرط، نتحول بعدها بقى لاشخاص عاديين هاديين لا نأبه باي شيء، عاوزين نخلص اللي ورانا عشان ناكل وننام مش اكتر. 4، ودي نقطة مش بس بتفرق معايا لما بيكون عندي افكار سلبية في عقلي، لكن بتفرق معايا كمان لما بكون ستريسد جدا، وبتحسسني اني اهدى كتير. هي تجربة السلو مورنينج، بس انا مش بخليها سلو مورنينج قوي بصراحة، انا بمشيها سلو داي، بعيش يوم كامل بالرتم البطيء كما استلحفاه. انا عارفة ان الفرصة مش بتجيلي كتير عشان اعمل ده، بس ممكن اعمل كده مرة كل شهر مثلا. بعمل حاجات او تاسكات اقل، ممكن اضيف حاجة ولا 2 بجانب الصلاة والاكل والنوم مثلا، وبعمل الحاجات بالراحة قوي وبستشعرها من جوايا وانا بعملها، وبفكر اكتر في مدى اهمية الكام حاجة دول ومدى تأثيرهم عليا. اوقات كتير بجد الحل بيكون في الراحه، واننا نبطل نفكر ونجري جوه دماغنا كده ونوري كتير، نروق دماغنا، ننسى شويه حاجات او نبطل نعملها لمده معينه، تخفيف احمال يعني هي ما جاتش علينا. وعشان انا شخص ارتستيك جدا، واعتقد باين عليا مش محتاج اني اقول ده، فانا بحب الحاجات الفنيه جدا، وبصراحه عندي ميول تجاه حاجات كتير، من ضمنهم الاكسسوارز والهاند ميد، وبعمل شنط لنفسي احيانا، بحب استخدم الخيوط والخرز وماتيريال كتير، واحيانا بحب التلوين والرسم.
ففي الايام اللي زي دي بختار اني اعمل حاجه صغيره جدا تبسطني واستخدمها، ودي بتحسسني بفاليديشن من جوايا، دي نوع من انواع الانرجي اللي انا بكون محتاجاها، بتحسسني بالانجاز ولو لشويه صغيرين لكنهم بيفرقوا جدا معايا. اوقات بيكون شعوري ده بسبب اني مش باخد مي تايم كفايه، فبقرر اني بطلع من البيت وبلبس اكتر حاجه مريحه عندي واتمشى واكل ايس كريم واجيب حاجات لنفسي حلوه وانا مروحه، بتبسط وبحس ان دول جزء الانجاز اللي حصل في يومي، انه واو انا عشت ساعه حلوه قوي النهارده وعملت كذا وكذا فيها، فدي حاجه بجد يعني فوق العظمه بشويه. واخيرا وليس اخرا، لانه في حاجات كتيره قوي والقائمه تطول والتجارب كتير، وما كنتش اتمنى اني اقول التجربه دي بالذات، لكن بجد احيانا لما بدخل المطبخ وبعمل لنفسي حاجه انا بحبها ده بيفرق معايا جدا، وبحس اني انجزت وعملت حاجه حلوه جدا واتبسطت قوي وانا باكلها، وبحس اني ده نوع من انواع الفاليديشن اللي بديها لنفسي، او إن ده نوع من انواع تقدير الذات اللي انا بعمله لنفسي، اني بجيب لنفسي حاجات حلوه وبعملها او بطبخها وباخد وقت في المطبخ وبقعد احضر فيها. واكتشفت ان انا عندي باشن للنوع ده من الحاجات، اني ادخل المطبخ واعمل حاجه وتطلع حلوه وبعدين اجربها واخلي حد تاني كمان معايا يجربها، ف بحس ان انا انجزت شيء واني اتعلمت حاجه جديده وجربتها بايدي، فدي حاجه حلوه، دي حاجه بجد حلوه. اوقات كتير بقعد اتلاعب على افكاري واقعد اقنعني انه بجد برافو ان احنا بننزل نشتغل، برافو ان احنا بنصلي كل الصلاه اللي علينا النهارده، برافو علينا اننا اخدنا دش دافي، وبرافو علينا برضو اننا سرحنا شعرنا، برافو ان احنا عملنا السكين كير روتين، برافو ان احنا قعدنا مع اخواتنا، برافو اننا اتكلمنا مع بابا وماما وقعدنا معاهم وقت كان كواليتي تايم وكان تحفه، برافو اننا اكلنا 3 وجبات الحمد لله، دي حاجه برافو قوي عليها، واخدنا العلاج بتاعنا كامل، ما قعدناش كتير على السوشيال ميديا النهارده، اتكلمنا مع صحابنا، طمنا على قرايبنا، طمنا على الناس اللي بنحبهم. اوقات الانسان مع تسارع رتم الحياه ومع استخدامه الكتير للسوشيال ميديا ومع التسارع الفظيع بتاع المعلومات اللي بيدخل لنا في الوقت الصغير جدا اللي بنقعده عليها، واللي بالضروره بتاثر علينا فكريا وبتخلي نظرتنا لنفسنا ولحياتنا نظره دونيه احيانا، الانسان بيبدا تقديره للحاجات اللي حواليه يقل ويحس انه لا مش كفاية، أنا مش بسافر زي الناس، أنا مش بشتغل زي الناس، أنا مش شاطر كفاية، أنا ما أخدتش السيرتيفيكت الفلانية في الوقت الفلاني، أنا كان لازم أكون معايا ماستر وأنا عندي 24 سنة، أنا كان لازم يبقى معايا PhD وأنا مش عارفة عندي قد إيه، أنا كان المفروض أشتغل في المكان الفلاني وأنا عندي 26. who cares؟ مين اللي حط لنا الديدلاينز دي؟ مفيش حد اكيد. ففكره انه الانسان يعني الحمد لله بيكون عنده كونسبت الرضا، بس وجميل برضو ان الانسان يكون راضي من جواه وفاهم ومدرك جدا الوضع اللي هو فيه، وانه حتى لو دخل عليه شعور دخيل من النوع ده بدا يقلل منه او يقلل من الحاجات اللي حواليه والموجودات اللي عنده اللي هو ممكن يكون مش مستشعرها قوي في اللحظه اللي هو فيها، انه يرجع يفوق نفسه تاني بسرعه، يحسس نفسه انه بالراحه، احنا مش محتاجين نجري، احنا مش في سبق، احنا محتاجين نكون اهدى، محتاجين نفهم الغاية من وجودنا اصلا في الحياة، احنا جايين هنا عشان اهداف مهمة، موجودين هنا عشان نعبد ربنا وعشان نعمر الارض وعشان نعمل الحاجات على قد ما نقدر تكون كويسة ومرضية لينا ومرضية لرب العالمين، ومش مهم اي حاجة تانية، لا نظرة الناس ليا ولا هل انا زي الناس ولا لأ، وحياتي شبههم ولا مش شبه حياتهم، انجازاتي خاصة بيا المفروض اني انا اللي بقدرها مش الناس اللي بتقدرها، والحاجات اللي انا بعملها المفروض نظرتي انا ليها تكون كويسة مش نظرة الناس. ف لما بنشيل الناس من المعادلات بتاعتنا حياتنا بتبقى اهدى وبنبقى اخف بكتير وبنبقى مستقرين اكتر فكريا ونفسيا وايفن عاطفيا على فكرة، لانه مش مهم اني اعجب حد ومش مهم ان حد يحبني ومش مهم ان حد يبقى فخور بيا ولا حد يكون حاسس بحجم الانجاز اللي انا عملته اكتر من اني اكون انا من جوايا فخور ومبسوط وسعيد وحاسس مستشعر كل الحاجات اللي انا عملتها دي وعارف كمان الهدف من وراها، مش انه انا بعمل كده عشان زهو اجتماعي او عشان حد اطلاقا، بعمل كده عشان نفسي وعشان ربنا. اعتقد دي كانت اهم كونكلوجن طلعت بيها من كل التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي، فلذلك انا هستنى منكم ان انتوا كمان تشاركوني بالتجارب بتاعتكم، لاني بتبسط وبستمتع جدا بالحاجات اللي من النوع ده،
وبحب اعرف اكتر عن الناس اللي حواليا وبيفكروا ازاي، وايه الحاجات اللي هم جربوها وعجبتهم، وايه الحاجات اللي ما عجبتهمش. واستنوني فيديو جديد، مش عارفه هكمل تاني في اللي انا بعمله ده ولا لا، بس انا حبيت الحوار تقريبا. بقول لكم ايه، ما تساعدوني نحط عنوان للفقره دي، يعني بجد ساعدوني نطلع حاجه جديده تخليني انا اكتر بتكلم معاكم بشكل فري. انا حاسه ان انا حره قوي، مش بتكلم بسكريبت ومش بتكلم بطريقه معينه او بقالب معين، انا ما بحبش القولبه عامه. سلام.